انجلترا والارجنتين عداوه اكبر من الكوره. في الحاله دي هنتكلم عن سر واحده من اعنف المواجهات في تاريخ كاس العالم. في ماتشات بتتلعب عشان تكسب 3 نقط، وفي ماتشات بتتلعب عشان تكسب تاريخ. انجلترا ضد الارجنتين دايما ماتش يعتبر نهائي كاس عالم، مواجهه شايله وراها 60 سنه غضب، سياسه وحرب وانتقام واهداف بالايد، وقصه تاريخ محدش بينساها. هنا شجع كوره، وده مونديال 2026. القصه بدات من سنه 1966 في كاس العالم. انجلترا والارجنتين في ربع النهائي، ماتش كان مشحون جدا، عصبي، التحامات، ضرب، وفي ثانيه واحده كل حاجه اتقلبت. قائد الارجنتين بيطرد اللي هو انطونيو ريتن. الطرد دوت الارجنتين بيشوفوا ان هو ظالم، والانجليز بيتعاملوا معاهم وبيكسبوا 1-0 وبيكملوا الطريق وبياخدوا كاس العالم. الارجنتين من الماتش دوت ما قدروش ان هم ينسوه، وحسوا ان هم بالعكس هم اتظلموا جدا. نيجي سنه 82 حصلت طبعا الحرب اللي ما حدش يقدر ينساها، حرب جزيره فوكلاند، وقامت ما بينهم حرب كبيره جدا وناس ماتت، وحصل صراع تاريخي ما بين البلدين. وبعديها على طول دخلوا في منافسه في كاس عالم 1986، الماتش اللي هو يعتبر ماتش الكرامه بالنسبه للارجنتينيين، ان دوت ماتش بيعوضوا فيه كاس عالم 66 والحرب اللي هم دخلوا فيها. دييجو ارماندو مارادونا احسن لاعب في العالم، واحد من يعني نجوم العالم وقتها. طبعا الكره اللي ما حدش هيقدر ينساها، الجون اللي هو عمله بايديه وقال 2-1 بهدف القرن والهدف الخطا. طبعا جماهير الارجنتين احتفلت احتفالات كبيره، وجماهير انجلترا حست ساعتها بالظلم، شالوا مارادونا على الاعناق وقالوا احنا كده خلاص خدنا حقنا من الانجليز. بس نيجي في كاس عالم 98 المواجهه بتتكرر تاني، ولكن هنا يظهر الشاب الصغير مايكل اوين لما ياخد الكرة ويجيب هدف عالمي اشبه بهدف مارادونا شويه، بس طبعا مختلف شويه. لكن حصل في الماتش دوت حاجه غريبه جدا. ديفيد بيكهام طبعا نجم الانجليزي الرهيب، بيحصل فاول مع دييجو سيميوني اللي هو مدرب اتلتيكو مدريد دلوقتي، وبعد ما بيحصل احتكاك ما بينهم بيضربوا بالرجل، الحكم كارت احمر بره بيكهام على طول، وانجلترا بتخسر الماتش دوت قدام الارجنتين. بيكهام بيتشتم والناس بتحرق صوره وتماثيله بتتشال، ويطلع بيكهام كانه خلاص حياته بتتدمر بسبب الماتش دوت. ولكن الدراما بقى في الكوره بعديها ب4 سنين، كاس العالم اللي وراه على طول 2002 الارجنتين بتلاعب انجلترا، وتيجي ضربه جزاء لانجلترا. مين اللي هيشوط الكوره؟ ديفيد بيكهام، ودخل وسدد الكوره وجاب جون. وهنا هو بيقدر ان هو يعوض، وحياته كلها بتتحول من متهم لبطل بيرد اعتباره. السؤال بقى في الفصل الاخير، انجلترا هتاخد طار السنين، ولا الارجنتين هتزود عقده جديده عند الانجليز، ولا ايه اللي هيحصل؟ سيبوا لي رايكم في الكومنتات، مين اللي هيكتب التاريخ ويتاهل النهائي.